قرعة الدوري المصري اتعملت خلاص للموسم الجديد، وبدري بدري هنشوف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الست يوم 11 أكتوبر، يعني شهرين بالظبط من دلوقتي. أما الزمالك هيبدأ الموسم بجدول متوازن شوية. هيبدأ مع الاتحاد، البنك الأهلي، بتروجيت، أبو قير الأسمدة، غزل المحلة خارج الأرض، ثم توقف دولي، ثم الأهلي، ثم بيراميدز في الجولة ال 13، وسيراميكا في الجولة رقم 17. القرعة دي بقى أسفرت كمان عن بطولة كأس العاصمة بتاعت مصر. تواجد الزمالك في المجموعة الأولى اللي هتضم وادي دجلة وزيد وطلائع الجيش والاتحاد الإسكندري. خلينا نقول لك مواعيد كده بقى. الدور الأول كله لنادي الزمالك بالملاعب بالساعة بكل حاجة، يعني يعتبر تفاصيل التفاصيل. أول ماتش هيكون للزمالك بين الزمالك والاتحاد الإسكندري يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 الساعة 8 في استاد القاهرة. الجولة التانية البنك الأهلي ضد الزمالك، يعني كل دي ماتشات صعبة على فكرة على نادي الزمالك، يعني الجدول بتاع الزمالك مش سهل. اوعى تفتكروا سهل، أصعب من الأهلي بكتير. الجولة التانية البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 26 أغسطس الساعة 8 في استاد القاهرة. الجولة التالتة الزمالك والسويس، بتروجيت يعني، عشان هما الوقت بقت شركة، يعني الزمالك في السويس بتروجيت يوم الاثنين 31 أغسطس الساعة 8 على استاد القاهرة. الجولة الرابعة الزمالك وأبو قير الأسمدي يوم الثلاث الساعة 8، الساعة 8 على استاد القاهرة. الجولة الخامسة غزل المحلة الزمالك، وده هيكون بره أرضنا، خلي بالك، ودي من الماتشات الصعبة برضك على نادي الزمالك. كل ده احنا بنتكلم على 3 ماتشات صعاب في أول 5 جولات، ده غير الجولة الستة الأهلي. الجولة الخامسة غزل المحلة مع الزمالك يوم 16 سبتمبر 2026 الساعة 8 على استاد غزل المحلة. الجولة الستة الزمالك والأهلي، مباراة القمة اللي كان نفسه تتأخر بس 3 4 ماتشات لما الزمالك يجيب رجله ويخش في الريتم والدنيا تمشي في الزمان. هيكون الحد 11 اكتوبر الساعة 8 في استاد القاهرة. الجولة السابعة بتروجيت اسيوط مع الزمالك 20 اكتوبر 2026 يوم تلات الساعة 5 في استاد اسمنت اسيوط. هنروح نلعب في اسيوط، في اسيوط. يعني الزمالك هيخلص غزل محل استاد القاهرة مع الاهلي، هيطلع على اسيوط. ماتش صعب الساعة 5. ماتشات الساعة 5 انتوا عارفين الزمالك بيعمل فيها الجولة الثامنة الزمالك ومقاولين العرب يوم الأربعاء 28 أكتوبر الساعة 8 على استاد القاهرة. الجونة والزمالك يوم الاثنين 23 نوفمبر الساعة 5 في استاد برضك الجون. ده احنا هنموت، أقسم بالله الزمالك هيموت. بص، يعني الزمالك دي برضك ماتش خارجي لنادي الزمالك الساعة 5، وانتوا عارفين الساعة 5 ايه اللي بيحصل. الجولة العشرة الزمالك والمصري هيرجع بقى على برج العرب الأربع الساعة 9 ديسمبر 2026 الساعة 8 في استاد برج العرب. فجو بص، جدول الزمالك مرعب، اقسم بالله مرعب. بعد كده سموحة والزمالك في برج العرب، يعني هنعمل معسكر يوم الاثنين 14 ديسمبر الساعة 5 في استاد برج العرب. وغير كل اللي احنا قاعدين نتكلم ده لسه افريقيا، لسه افريقيا. الجولة ال 12 الزمالك وطلائع الجيش يوم الاربعاء 23 ديسمبر الساعة 8 على استاد القاهرة. بيراميدز والزمالك الاثنين 28 ديسمبر الساعة 8 في استاد 30 يونيو. 30 يونيو ده اللي هو استاد الدفاع الجوي يعني. ودي الزمالك الجمهور ما بيروحش، وبيكون ماتش صعب على نادي الزمالك. بعد كده الزمالك ووادي دجله على استاد القاهره يوم الاثنين 4 نوفمبر الساعه 8 اللي هو 2027. الجوله ال 15 زد والزمالك الاربعاء يوم الاربعاء 27 يناير الساعه 8 في استاد القاهره. بعد كده الجوله ال 16 الزمالك ومودرن 31 يناير الساعة 5 في استاد القاهرة. بعد كده الجولة ال 17 ماتشات صعبة في استاد هيئة قناة السويس، يعني بره أرضنا. سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا والزمالك ماشي، هيكون يوم الجمعة 5 فبراير الساعة 8 مساء. الجولة 18 الزمالك والشرقية وإنبي. ما هي خلاص بقى دي اسمها الشرقية وإنبي بسبب إن الشركات بقت مسؤولة، يعني شركة الكورة انبي مسؤول عن الشرقية والكلام من ده، انضموا مع بعض يوم الخميس 11 الساعة 9:30 على استاد القاهرة. بعد كده القناة والزمالك دي في استاد هيئة قناة السويس. الزمالك كده هيلعب 5 ماتشات ولا حاجة بره أرضه. بدام الاهلي هيلعب بس ماتشات بسيطه بره ارضه، يعني الاهلي هيبدا بقى الدوري بمواجهات تنافسيه زي انبي وزد وسموحه. والزمالك في الجوله السادسه توقف دولي. بيراميدز في الجوله التاسعه غزل المحله خارج الارض
في الجولة العاشرة، سيراميكا في الجولة ال 12. الاهلي هيلعب 13 مباراة من اصل 19 على استاد القاهرة، هيطلع بره بس في 3 مرات، هيلعب في المحلة والجونة وبرج العرب مع المصري. اما الزمالك هيلعب 11 مباراة من اصل 19 على استاد القاهرة، هيطلع بره 7 مرات. 7 مرات هيلعب في المحلة والجونة واسيوط وبرج العرب والمصري. المصري وسموحة هيلعب على استاد هيئة قناة السويس. اما سيراميكا والقناة. ماشي. الدوري هيبدأ يوم 21 اغسطس، يعني ناقص له بس 16 يوم بس. مباراة القمة هيكون يوم 11 اكتوبر. دوري مصري غريب على نادي الزمالك، هيكون صعب قوي على نادي الزمالك. نتمنى بس ان الزمالك ربنا يوفقه ويكتب لنا الخير كده، ودوري معجزة تاني عشان نفرح.